في عالم الرياضة التاريخ لا يكف عن مفاجأتنا بقصص تحفر مكانها في الذاكرة، ومن بينها قصة باولو روسي الذي انتقل من ظلمات السجن إلى قمة المجد حين قاد إيطاليا للتتويج بكأس العالم عام 1982. واليوم يبدو أن التاريخ على وشك أن يعيد نفسه، ولكن هذه المرة في دوري الملوك مع الرئيس إلياس المالكي. بعد سلسلة من التحديات التي جعلته خارج الحسابات، عاد الملكي بقوة في هذه النسخة من البطولة، وكانت اللحظة الأبرز حين أطاح بالولايات المتحدة الأمريكية المرشحة الأبرز للقب في ملحمة كروية أثبت فيها أسود الأطلس أنهم ليسوا مجرد منافس بل صانعون للمعجزات. قصة الملك تتشابه إلى حد كبير مع تلك الخاصة بباولو روسي، كلاهما بدأ رحلته محاطا بالشكوك ليعود ويصنع التاريخ. الملك الذي كان اسمه مرتبطا بالفشل والكسل قلل الطاول على الجميع بروح لا تعرف الانكسار وعزيمة تعيد إلى الأذهان أعظم لحظات الساحرة المستديرة. قاد فريقه إلى نصف النهائي، مما جعله على بعد خطوات من تحقيق حلم لم يكن في الحسبان. إذا استطاع الملك قيادة فريقه إلى المجد والفوز بدوري الملوك، فإنه لن يكون قد حقق إنجازا رياضيا فحسب، بل سيصبح رمزا للتحول والإصرار، تماما كما خلد اسم باولو روسي في كتب التاريخ. قد نشهد كتابة فصل جديد مع اسم إلياس المالكي.